السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. إليكم اليوم 7 أشياء فريدة تم العثور عليها في الأنهار. سابعا، نقود ونظارات. سنبدأ بالأشياء الأقل غرابة ونتدرج حتى نصل لتلك الأكثر غرابة وإثارة وجنونا. من بين هذه الأشياء نجد أطنانا من النظارات الشمسية من كل الأنواع والأوراق النقدية من جميع الفئات، حيث لا يمكننا تخيل عدد الأشخاص الذين يزورون المكان صيفا. سادسا، مجوهرات. واحدة من الأشياء النادرة التي عثر عليها في الأنهار هي المجوهرات كالخواتم أو الأقراط أو حتى الأساور، وتكون ثمينة في الغالب. رغم أن ذلك يتطلب المكوث لمدة طويلة تحت الماء، إلا أنه يكفي أن تستخدم كاشف المعادن لتعثر إذا كان حظك سعيدا على شيء ما، ربما يكون سوارا ذهبيا كما وقع في هذه الحالة. خامسا، كاميرات. كما تبين العديد من الفيديوهات، فالأنهار مليئة بالكاميرات التي جلبها مالكوها لالتقاط صور تذكارية لتبقى مفقودة في أعماق المياه، غير أنها كغيرها من الأشياء الغارقة لم تعد صالحة للاستعمال. رابعا، الأيفونات. أكثر الأدوات التكنولوجية التي يفقدها الأشخاص هي هواتفهم، وخصوصا الآيفون. تجدر الإشارة إلى أن أغلب الهواتف المفقودة من النوع الراقي. ثالثا، بندقية صيد قديمة. تم العثور على بندقية صيد في محفظتها وسط النهر، ومن المعلوم أنها بقيت هناك لمدة طويلة، لكنها لا تزال في حالة جيدة نوعا ما. ثانيا، مسدس قاتل. في إحدى رحلاته المعتادة عثر شخص على مسدس عالق في أعماق نهر، وقد شاهد الفيديو الذي صوره أكثر من 10 ملايين شخص، وقد مرت سنوات على رميه هناك، ليقرر الشخص في الأخير إبلاغ الشرطة، وذلك لتجنب المشاكل. أولاً، بقايا بشرية. عثر أحد الأشخاص خلال جولة قام بها في أحد الأنهار على علبة سوداء، وأول شيء فكر فيه هو أنه ربما قد يكون شيئاً ثميناً، إلا أن أمله قد خاب، حيث وجد كيساً عليه بطاقة، ليكتشف فجأة أن الأمر يتعلق ببقايا شخص تم حرقه. فصعد إلى السطح بسرعة وهو يفكر بإبلاغ الشرطة، بعد أن أعادها إلى حيث وجدها حتى لا يعثر عليها أحد آخر. واكتشف فيما بعد أن العائلة هي من قررت الإبقاء على بقايا هذا الشخص في النهر. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.